3-0 ان شاء الله. 3-0 للاهلي. شايف النهارده مين هيكون نجم المباراه؟ حسام ابو علي. حسام ابو علي. مين اللاعب في النادي الاهلي اللي بيبقى نقطه تحول لو هو في حالته؟ اللهم صل على النبي. حسين الشحات. حسين الشحات. مين؟ هل تعرف حد في لعيبه باتشوكا او شفت مباراه؟ لا 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 ما تعرفش. لكن كلك ثقه في النادي الاهلي. ايوه بس. شايف يجري تغييرات كولر، ولا شايف ان هو يبدا بالتشكيل المعتاد؟ التشكيل الانسب هو اللي يحطه عشان ما نعكش ما نتغلبش. مين شايفه التشكيل الانسب من وجهه نظرك؟ في النص في الدفاع ينزل المغربي اشرف داري ورامي ربيعه. وعلى اليمين عطية الله. على الشمال عطية الله. وكريم اسمه ده اكرم توفيق. لا كريم مين؟ كريم فؤاد مصاب. لا في واد اسمه خالد عبد الفتاح. وشايف مين يبدا في الهجوم؟ بوسام ابو علي. ومين جنبه؟ لا مفيش حد يلعب بالطرفين. مين الطرفين؟ حسين الشحات وطاهر محمد طاهر. النهارده توقعاتك لمباراه الاهلي وباتشوكا؟ ان شاء الله 4-1 للاهلي. شايف 4-1 للاهلي دي نتيجه كبيره يعني. ان شاء الله الشناوي هيكون نجم المباراه النهارده. شايف ان الشناوي هو هيكون نجم المباراه النهارده. مين توقعاتك يحرز الاهداف، خاصه انك بتقول النتيجه ممكن تكون 4-1؟ وسام ابو علي، طاهر محمد طاهر، ممكن عمرو السوليه. شايف مين اللاعب اللي لو في حالته هيبقى فارق في النادي الاهلي؟ عمرو السوليه لو لعب اساسي. هل في البعض طبعا امام عاشور بيقول لك لو في حالته بيبقى نقطه تحول في النادي الاهلي؟ لا. تعرف حد في لعيبه باتشوكا؟ لا خالص. بس كل اللي عارف ان هو مركزه 16 بعد انتهاء الدور الاول، بعد ما لعب 17 مباراه في الدور الاول في ترتيبه 16 ما كسبش غير 3 مباريات بس. اثنين واحد باتشوكا. 2-1 لباتشوكا. النهارده يمكن بتتوقع هزيمه الاهلي ده ليه معايير، ولا انت شايف ايه السبب؟ برضه فرق الامكانيات. شايف في فرق في الامكانيات؟ فرق في الامكانيات. واحنا بنتمنى الاهلي يغلب. طب مين اللي ممكن يكون لو فايق يبقى والله في النادي الاهلي؟ في الاهلي في امام عاشور، في شحات، القاضية لو لعب أفشة. ممكن أفشة يعني هتيجي واحدة منه تخلص. بس برضو احنا بنحكم على الامكانيات، في فرق. شفت مباراة وباتشوكا المباراة اللي فاتت ولا؟ شفته. واحنا الفريق ده لعبناه قبل كده وفاز علينا برضو. خسرنا منه 4. خسرنا منه. يعني انت بتتمنى الفوز الاهلي؟ نتمنى بس يعني التمنيات لكن الواقع برضو. نتمنى الاهلي يفوز ان شاء الله. مصري وبلدنا ان شاء الله خير. النهارده توقعاتك لمباراة الاهلي وباتشوكا؟ ان شاء الله فوز الاهلي باذن الله 2-0 ان شاء الله. شايف مين اللي ممكن يسجل الاهداف في النهارده؟ ان شاء الله وسام ابو علي هو يكون نجم المباراه. طب لو قلنا انه مين اللاعب اللي لو كان فايق بيفرق في النادي الاهلي؟ اكيد امام عاشور. اكيد. تعرف حد في لعيبه باتشوكا؟ لا ما فيش غير حارس المرمى اللي اتكلم وهو حارس كويس يعني. شفت يمكن الماتش الاول هو فريق جماعي اصلا، فريق باتشوكا ومع بوتافوج، وشفت الماتش؟ لا بس شفت لقطات منه. الفريق البرازيلي اصلا كان مضغوط ولاعب ماتش قبله ب3 ايام، وباتشوكا مريح اكتر منه، ده فرق جامد على فكره. ده يعني اللي شايفه انه كان فرق. طبعا اللياقه البدنيه فرقت. شايف ان على فكره الاهلي صعب يخسر من الفريق ده، ممكن بضربات الجزاء او الاهلي احسن منه. شايف ان الاهلي هيلاعب ريال مدريد باذن واحد احد ان شاء الله، وهنعمل حاجه ضد الريال برضه ان شاء الله. الريال تعبان اصلا ان شاء الله. توقعاتك النهارده لمباراه الاهلي وباتشوكا؟ ان شاء الله باذن الله الفوز للنادي الاهلي باذن الله 2-1 ان شاء الله. شايف مين هيكون نجم المباراه؟ والله نجم المباراه ان شاء الله وسام ابو علي. قلت النتيجه 2-1. شايف مين ممكن يحرز الاهداف؟ وسام ابو علي ان شاء الله باذن الله هدفين ان شاء الله. وسام ابو علي. هل تعرف حد في لعيبه باتشوكا؟ في لاعب بيلعب هداف الشمال، اسامه المغربي او اسامه الادريسي،
يعتبر ده من نجوم المباراه اللي هي المباراه اللي فاتت بتاع باتشوكا وبوتافوغو. شايف ان الاهلي قادر على تخطي؟ ان شاء الله باذن الله قادرين على تخطي ان شاء الله باذن الله باتشوكا باذن الله 2-1 ان شاء الله، ونقابل ريال مدريد في النهائي ان شاء الله. تبقى مباراه القرن ان شاء الله بين بطل اوروبا وبطل افريقيا ان شاء الله. شايف ممكن يجري تغييرات كولر في اللقاء، ولا شايف ان هو يبدا لا بالتشكيل هو يبدا بالتشكيل اللي هو بيبدا بيه كل مره، لان فريق باتشوكا يعني من المباراه اللي فاتت بيلعب ضغط عالي، اللي هو بيضغط على المدافعين ضغط عالي، فلازم عايز لعيبه نفس التيم اللي لعب المباراه اللي فاتت، اللي هو ما يبقاش في تغيير في المراكز، او مثلا ودائما يحط اللي هو اكرم توفيق على الناحيه اليمين، لان اسامه الادريسي بيلعب على ناحيه اكرم توفيق، فعايز مدافع برضه يكون باك يمين يكون قوي على ان هو يكون خبره شويه ان شاء الله باذن الله.